اوعى ترد. سامعني؟ لو سمعت صوت بيناديك بالليل دي النداهة. الليلة دي انا مش هحكي لكم حكايات منقولة، انا سافرت بنفسي لقرية صغيرة الزمن وقف فيها، قرية اهلها بيناموا فيها بعد العشاء وبيصحوا مع اذان الفجر، قرية حياتهم كلها هي النيل ورعبهم كله برضه من النيل. بس قبل ما احكي لكم انا شفت وسمعت ايه، لو عندك الشجاعة تسمع الحكاية دي للآخر اعمل لايك وسبسكرايب عشان رحلتنا النهاردة هتكون في أعماق الضلمة. الحكايات الشعبية دايما من زمان بحب أقرأ عنها، بس ورا كل أسطورة في جزء من الحقيقة بيكون ضايع، علشان كده قررت أروح أدور على أصل حكاية النداهة. ركبت القطر وبعد ساعات طويلة نزلت في محطة صغيرة ومنها خدت عربية قديمة دخلت بيا في وسط الزراعة هناك لحد ما وصلت لقرية بسيطة بيوتها من طين على شط النيل. أول حاجة لاحظتها هي الهدوء، كأن الهوا نفسه تقيل، الناس طيبين وبسطة لأقصى درجة، لكن في عينهم في نظرة غريبة. قعدت على قهوة بلدي صغيرة تحت شجرة جميز، وهناك قابلت عم صالح، راجل عجوز عدت 80 سنة لكن عينيه فيها حكمة وحاجة كده حسيتها فيه. طلبت له شاي وبدأت أسأله بالراحة عن حكايات البلد. ضحك وقال لي انت شكلك مش من هنا يا ابني، قول لي دغري انت جاي تدور على ايه؟ قلت له من الاخر انا جاي اسمع حوارات النداهة يا حاج. ملامح وشه اتغيرت وفجأة برق والابتسامة اللي على وشه اختفت، ولقيته بص لي بصة استغراب وقال لي اوعى تقول اسمها بعد صلاة المغرب. سامعني؟ الكلمة دي خلت جسمي أشعر. عم صالح بدأ يحكي لي، قال لي شوف يا ابني أنا لما كنت شاب في سنك طايش وما بخافش، كنت بحب أسهر على شط النيل وخصوصا في الصيف بالليل، وفي ليلة كنت زعلان مع أبويا الله يرحمه وسبت البيت ونزلت أتمشى على النيل. الدنيا كانت سكوت تام وفجأة سمعت صوتها، صوت بنت ناعم بينادي عليا من نص المية. قلبي اتقبض، بصيت حواليا مفيش أي مخلوق، قلت ده هيهات عادي يعني، لكن الصوت رجع تاني أقرب وأحن، تعالى أنا مستنياك. وقتها شفت خيالها واقف بعيد، بنت شعرها طويل ولابسة أبيض، كنت عايز أروح ناحيتها غصب عني لكن افتكرت وصية جدي أقرأ قرآن وما بصتش عليها. غمضت عيني وقريت الفاتحة بصوت عالي ولفيت جريت، وأنا بجري حسيت بهوا زي التلج بيجري ورايا، وسمعت ورايا صوت ضحكة مش بتاعت بني آدمين، كأن شيطان بيضحك وفجأة اختفى. عم صالح خلص حكايته وهو بيمسح العرق من جبينه وقال أنا ربنا نجاني لكن مش الكل بيعرف ينجو. سألته عن واحد اسمه سالم. سالم كان بطل حكايات كتير قبل ما اجي القرية هنا، سمعت عنه أساطير. قال لي سالم ده كان صاحبي، كان أخويا بجد، كان أشجع شاب موجود في القرية، قلبه ما يعرفش الخوف، كان دايما يتحدانا ويقول النداهة دي حكايات ستات. لحد ما في ليلة كان راجع من أرضه متأخر ومشي جنب المية وسمع صوت. سالم بغروره ما ردش بالقرآن، يعني ما قراش قرآن، لا ده رد عليها بصوت عالي مين؟ وهنا كانت غلطة عمره. بيحكي انه شافها واقفة قدامه، بنت أجمل من الحور العين، عيون واسعة وبتلمع في الضلمة، شعرها أسود. قالت له بصوت يخلي الصخر يلين أنا اللي قلبك بيدور عليها يا سالم، تعالى. سالم بيقول إنه حس كأنه متخدر مش شايف غيرها، بدأ يمشي ناحيتها وهي بترجع لورا ناحية المية. نزل أول رجل ليه في المية، التانية وكان خلاص هيغرق معاها، لولا كلب بلدي كان نايم على الشط قام ينبح بأعلى صوته. صوت النباح بتاع الكلب ده كسر السحر، فلقى نفسه في نص المية. والبنت الجميلة دي فجأة اتحولت بقت وحش، وشها بقى هيكل عظمي وشعرها عبارة عن تعابين، وصرخت صرخة شقت الليل واختفت في المية. سالم رجع البيت وهو عنده حمى، قعد شهر في السرير ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بيهلوس، ولما خف ما كانش هو سالم اللي نعرفه، اتحول لراجل بيخاف من ظله. سالم اللي كان اشجع واحد فينا مات بعدها ب2 سنين من الخوف. الحكاية دي خلتني افكر ايه القوة دي اللي ممكن تسحر راجل وتخليه يمشي للموت برجليه. لكن القصة اللي قضت على كل الشك جوايا كانت قصة ابو زيد الصياد. عم صالح دلني على بيت مراته اللي بقت ست عجوزة طبعا عايشة لوحدها. رحت لها وبعد ما اطمنت لي بدأت تحكي والدموع في عينيها. ابو زيد كان هو جوزي وابويا واخويا، قبل ما يختفي باسبوع كان بينام بقلق، كان بيقوم بالليل مفزوع وبيقول لي انا بسمع واحده بتنده عليا في الحلم يا امينه. كنت اقول له استعيذ بالله يا ابو زيد دي كوابيس. في اخر ليله شفته فيها قال لي وهو نازل بالمركب بتاعه ادعي لي يا امينه، حاسس ان هي مستنياني الليله دي. قلبي اتقبض، قلت له بلاش تنزل، لكنه قال لي ده اكل عيشي. ونزل ابو زيد وما رجعش. تاني يوم الصبح لقينا مركبه مربوط في الشط والشبك بتاعه سليم والسمك اللي اصطاده برضه موجود، لكن ابو زيد الارض اتشقت وبلعته. دورنا عليه ايام وليالي مفيش ليه اي اثر. الناس قالت ان هو غرق، لكن انا عارفه ان النداهة ندهته. خرجت من بيت الست دي
وانا حاسس بتقل على قلبي. القصص دي ما بقتش مجرد حكايات، دي بقت مأساة حقيقية، ناس من لحم ودم. لكن عقلي كان لسه بيقاوم، بيقول لي يمكن في تفسير منطقي، صدى الصوت، هلوسة بسبب الوحدة والضلمة. عشان كده قررت اعمل اكتر حركة مجنونة ممكن تسمعها عن بني ادم في حياتك. قررت ابات في ليلة على شط النيل، استنيت لما القرية كلها نامت والدنيا بقت ضلمة كحل، ونزلت ومعايا كشافاتي وموبايلي بس. قعدت في نفس المكان اللي عم صالح قال لي عليه. الساعة عدت 12:02، مفيش اي حاجة بتحصل، صوت المية بس اللي موجود. بدأت أحس إن أنا شكلي متخلف وإني كنت غبي وإني صدقت خرافات الناس. قلت لنفسي كفاية كده وبطل عبط، يلا نرجع. قمت وأنا بنفض هدومي، وأول ما لفيت واديت ظهري للنيل سمعت همس جاي من ورايا قريب قوي، كأنه في وداني. ماشي بدري ليه يا أحمد؟ الليل لسه طويل. معرفش أنا وصلت إزاي للبيت اللي أنا كنت قاعد فيه. كل اللي فاكره إن أنا كنت بجري زي المجنون في الزراعية، وقلبي كان هيقف من الرعب. الندهة هي مش مجرد أسطورة، أنا متأكد من ده دلوقتي، هي حاجة موجودة بجد، هي رمز لكل إغراء شكله حلو وآخره موت، كل صوت بيناديلك للغلط، كل طريق ممكن يوديك لموتك. وفي النهاية كل واحد فينا بيسمع الندهة بتاعته، وكل واحد فينا بيختار يا يرد عليها يا إما يستعيذ بالله منها ويجري في طريق النجاة. الندهة ممكن ما تبقاش جن أو عفريتة، ممكن تبقى فلوس حرام سهلة جايالك وأنت ترفضها، ممكن تبقى واسطة تخليك تطلع على ناس تانية أحق منك بوظيفتك دي، ممكن يبقى حسد أو غيرة أو حقد، ممكن يبقى حسد أو غيرة أو حقد بتمنع نفسك منها. والسؤال اللي بسيبهولك دلوقتي، لو أنت كنت مكاني وسمعت صوت الندهة هتعمل إيه؟ هتجري ولا الفضول هيقتلك وتروح وراها وطريق السلامة؟